الفن في الجزائر غني ومتنوع، يعكس تاريخ البلاد وثقافتها المتعددة التي تمتد عبر العصور، بدءاً من التراث الأمازيغي، مروراً بالعصور الإسلامية، وصولاً إلى الفترة الاستعمارية الفرنسية، وما تلاها من نهضة فنية بعد الاستقلال. إليك نظرة عامة على أهم أنواع الفنون في الجزائر. 1. الفن التشكيلي. الفن التشكيلي الجزائري يتميز بمزيج من الأساليب التقليدية والحديثة، حيث تأثر الفنانون الجزائريون بالتاريخ العريق والموروثات الثقافية المتنوعة. بعد الاستقلال، شهدت الساحة الفنية تطوراً كبيراً مع فنانين مثل محمد خدة ومزيان عبد الحليم الذين ساهموا في تطوير الحركة الفنية في الجزائر. محمد خدة، أحد أبرز رواد الفن التشكيلي الجزائري، استخدم الرموز الأمازيغية والإسلامية في لوحاته بأسلوب حديث يعبر عن الهوية الجزائرية. البعد الاجتماعي والسياسي. الكثير من الأعمال الفنية في الجزائر تحمل طابعاً سياسياً واجتماعياً، حيث كانت تتناول مواضيع مثل النضال ضد الاستعمار وتحرير البلاد. 2. الموسيقى. الموسيقى الجزائرية متنوعة بتنوع المناطق والثقافات في البلاد. من أبرز الأنواع الموسيقية، الراي، أحد أشهر أنواع الموسيقى الجزائرية عالمياً، ظهر في الغرب الجزائري في وهران وتلمسان، ويمزج بين الموسيقى الشعبية والحديثة. من أشهر فناني الراي الشاب خالد والشاب حسني. الموسيقى الأندلسية، نوع موسيقي تقليدي يعكس التراث الأندلسي الذي انتقل إلى الجزائر بعد سقوط الأندلس، ويشمل أنواعاً مثل الغرناطي في تلمسان والصنعة في الجزائر العاصمة. الشعبي، موسيقى جزائرية تقليدية تعبر عن حياة الشعب اليومية، ومن أبرز رموزها الحج محمد العنقة. 3. السينما. السينما الجزائرية تعتبر جزءاً مهماً من التراث الفني للبلاد، وقد اكتسبت شهرة عالمية، خاصة في فترة ما بعد الاستقلال. الأفلام الجزائرية تتناول عادة قضايا سياسية واجتماعية تتعلق بالاستعمار والنضال من أجل الاستقلال. معركة الجزائر، فيلم من إخراج الإيطالي جيلو بونتيكورفو، وهو واحد من أبرز الأفلام التي تصور النضال الجزائري ضد الاستعمار الفرنسي. حاز على عدة جوائز دولية. رائد السينما الجزائرية. من أبرز الأسماء في السينما الجزائرية محمد الأخضر حمينة الذي فاز بجائزة السعفة الذهبية في مهرجان كان السينمائي عن فيلمه وقائع سنين الجمر عام 1975. 4. العمارة. العمارة في الجزائر هي مزيج من الطرز الأمازيغية والإسلامية والأوروبية. القصبة في الجزائر العاصمة تعد مثالاً على الطراز الإسلامي الأندلسي، في حين أن المدن الاستعمارية مثل وهران والجزائر العاصمة تظهر تأثراً بالطراز الأوروبي الفرنسي. القصبة، مدينة قديمة في الجزائر العاصمة تضم أزقة ضيقة ومباني تقليدية، وهي مدرجة ضمن قائمة التراث العالمي لليونسكو. مسجد الأمير عبد القادر يقع في قسنطينة ويعد واحداً من أكبر وأجمل المساجد في الجزائر، وهو يعكس الطراز الإسلامي الحديث. 5. الفن الشعبي والحرف اليدوية. الفن الشعبي في الجزائر يتجلى في الحرف التقليدية التي تعبر عن التراث الأمازيغي والعربي. الحرف اليدوية تتنوع بين النسيج، الفخار، والمجوهرات التقليدية. الزربية، السجاد التقليدي الجزائري له طابع فريد، وخاصة الزربية الأمازيغية التي تتميز بألوانها وزخارفها الهندسية. الحلي الأمازيغية، المجوهرات التقليدية الأمازيغية مصنوعة من الفضة وتزين بأحجار كريمة وتعتبر جزءاً من التراث الأصيل في منطقة القبائل. 6. الأدب والشعر. الأدب الجزائري يمتد لعصور طويلة،
ويتميز بتعدد اللغات المستخدمة مثل العربية والأمازيغية والفرنسية. خلال فترة الاستعمار، لعب الأدب دورًا مهمًا في مقاومة الاحتلال وتوعية الشعب. مالك حداد وكاتب ياسين من أبرز الكتاب الجزائريين الذين كتبوا باللغة الفرنسية، وتناولت أعمالهم قضايا الهوية والاستعمار. الشعر الشعبي له دور كبير في التعبير عن الثقافة المحلية في الجزائر، وغالبًا ما يعبر عن الحب والوطنية. 7. المسرح الجزائري له تقاليد عريقة، حيث يعود ظهوره إلى فترة ما قبل الاستقلال. المسرح يعتبر وسيلة تعبير فنية عن القضايا الاجتماعية والسياسية. مصطفى كاتب من رواد المسرح الجزائري، وقد قدم العديد من الأعمال التي تعكس النضال من أجل الاستقلال. المسرح الأمازيغي يشهد اهتماماً كبيراً خاصة في منطقة القبائل، حيث يتم تقديم مسرحيات باللغة الأمازيغية تعكس التراث الثقافي للمنطقة.